أما بقى قصتنا بتبدأ مع روان وهي بتركب العربية وصاحبتها رنت عليها. روان: ألو، أيوة يا مسك. انت فين؟ من نص ساعة كلمتيني وقلت انك بتلبسي الجزمة ونازلة. أنا في الطريق وجاية اهو. هتكوني في المريخ يعني؟ ما أنا عارفة انك جاية في الطريق. وصلتي لغاية فين؟ أم؟ ألو ألو يا مسك، انت سامعاني؟ ألو، الصوت اختفى، يا سبحان الله. وقفلت روان في وش مسك وهي بتقول: الحمد لله لو عرفت اني لسه راكبه العربيه كان زمانها قتلتني. وفجأة روان حست ان في حاجه على راسها، بصت وراها لقيت شاب قاعد في العربيه من ورا. اما بقى في مكان تاني اول مره نروحه. مسك: هي صحورتي، انا نازله، محتاجه مني حاجه قبل ما ارجع يا مزتي؟ مامة مسكة واللي اسمها سحر: ايه سحورتي دي يا بت؟ قلتلك 100 مرة ما تقوليش سحورتي، ده انا امك يا بنت الجزمة. مسك: وفيها ايه بس يا سحورتي وقبل ما تخلص جملتها لقيت ابو وردة اللي كلنا مجربينه لازق في وشها. ليه كده بس يا سحور؟ سحر وهي بتوطي تجيب الفردة التانية: تعالي يا بنت الجزمة، انت فاكرة انك هتهربي مني؟ مسكة وهي بتفتح باب الشقة عشان تنزل: انا مش مستغنية عن نفسي يا انا انا مش مستغنية عن نفسي يا سحور، سلام سلام انا بقى. وعند روان فتحت عينيها وهي حاسة بصداع شديد ومش فاكرة حاجة. وفجأة افتكرت اللي حصل معاه في العربية. فلاش باك. الشاب: امشي على الطريق اللي هقولك عليه يا اما تتشاد على روحك يا مزة. روان وهي بخوف وهي بتترعش: حاضر حاضر والله، بس ما تموتنيش، سيبني عايشة ممكن؟ اعملي اللي هقولك عليه وانا هسيبك عايشة. طب انت ليه بتزعق؟ ممكن نتكلم بهدوء؟ حاضر انا اسفة. سيف بدأ يوصف لها الطريق اللي تمشي عليه وهي تسمع كلامه لحد ما وصل قدام فيلا. سيف وهو بيرش على وشها مخدر: سلام بقى يا قطة. فقت روان من الفلاش باك على صوت فتح الباب، انتفضت بفزع وهي شايفاه بيدخل عليها وهو ماسك الفرفر. ادالها فستان وهو بيقول: اجهزي عشان المأذون قرب يوصل. مأذون؟ مأذون ايه؟ لا لا لا، انا مستحيل اتجوزك. سيف وهو بيحط الفرفر قدام وشها: قلت ايه؟ عيدي تاني كده اللي قلتيه عشان ما سمعتش. ايه يا اخويا بتقولي؟ لا ده انا موافقه، بس هدي اعضائك واعصابك وشيل البتاع ده من قدامي. ايوه كده انا احبك. روان بهمس: وانت تحبني ليه اصلا؟ حبك برص وسبعين خرص يا شيخ. بتقولي حاجه يا روان عشان مش سامعك. كنت بدعي لك ربنا يهدك، قصدي يعني ربنا يهديك وييسر لك امرك يا رب وكده يعني. وبعد كتب الكتاب سيف قرب منها وهي كانت بترجع لورا وهي خايفه وبتترعش. سيف بص وراها وابتسم بخبص وهي كانت لسه بترجع وهو بيقرب لغايه ما فجاه ظهرها لزق في الحيطه. سيف ابتسم بخبص وهو بيقول: مالك بس يا قطه؟ هو انا لسه عملت حاجه؟ روان بخوف وتوتر: قصدك ايه يعني؟ انا مش فاهمه. يخرب بيتك يخرب بيتك، طلعت لي منين انت؟ ولا اي حاجه، هتخشي تعملي اكل محترم كده عشان انا جعان وتعالي ناكل. بس انا ما بعرفش اطبخ. انا مش بعيد كلامي مرتين. طب ابعد عني، ابعد عني بقى، لا ينوبك الصبح عشان اروح اعمل لك الطفح. سيف بعد عنها وهو لسه بيبص لها بخبص وهي دخلت المطبخ وهي بتفكر هتعمل ايه. عرفت انا هعمل ايه، اكلة كل البنات اللي ما بتعرفش تطبخ. روان دورت على المكرونة لغاية ما لقيتها ودورت على مرقة دجاج. هو بعد نص ساعة كانت عاملة مكرونة معجنة وهي حاطة مرقة الدجاج عليها وطلعت الأكل. معلش بس هو ايه ده؟ لا مؤاخذة. إيه؟ الأكل اتفضل كل بألف هنا وشفا، أتمنى إن هو يعجبك. سيف هو بيحاول يكتم الضحكة بالعافية على شكل المكرونة اللي ما كانتش باين دي ايه اصلا. ما هو معروف ان ده اكل، بس ده اكل ايه برضو يعني؟ اندومي. ايه؟ انا ما عنديش اصلا اندومي، جبت الاندومي ده منين؟ ما انا سلقت مكرونه وحطيت عليها مرقه دجاج وكده بقت كده بقت اندومي. وهو ده بقى اندومي؟ امال طبعا اندومي. دخل الاكل تاني، سديتي نفسي عن الاكل والجواز والحياه كلها يا شيخه. روين بهمس: عقبال ما تتسد نفسك مني انا يا قادر يا كريم. بتقولي حاجه يا روان عشان مش سامعك؟ لا لا لا، بس هو فين تليفوني؟ عايزه ليه؟ هو معايا عامه.
عايزة اكلم صاحبتي. هو في مانع؟ لا لا، مفيش اي موانع، خد الموبايل اهو. معلش بس، هو كان بيعمل ايه في جيبك؟ يعني هو مش كان المفروض يبقى معايا؟ كان بيلعب. تحب نلعب احنا كمان؟ ها؟ لا شكرا، جاتك القرف يا بعيد عليك وعلى اشكالك. راحت قعدت على الكنبة وفتحت تليفونها ورنت على مسك صاحبتها. انت فين يا بومة؟ استنيتك كتير بس ما جيتيش، طلعت استناكي فوق. انا اتجوزت. والله ما هو استظرافك ده. روان بعياط. وهقول كده ليه؟ وهستظرف ليه؟ انا فعلا اتجوزت. اهدي طيب يا روان كده بس، وصلي على النبي واحكي لي ايه اللي حصل. وقبل ما روان تتكلم سيف قال: يلا تعالي كلي، انا طلبت اكل دليفري ووصل. مش جعانه، مش عايز اكل. براحتك، ان شاء الله ما عنك كلتي. روان بعد ما حكت اللي حصل لمسك. طب هتعملي ايه دلوقتي؟ يخرب بيت اشكالك اللي عملتي في نفسك ده. مش عارفة، ما كانش بإيدي وربنا هو اللي غصبني. بس انت لازم تتصرفي، لازم تتصرفي كده. كده حب حياتك ومستقبلك هيضيعوا. هما مش هيضيعوا، هما ضاعوا خلاص. كان نفسي اشوف نفسي معاه بالفستان الابيض ونروح شهر العسل وارجع منه اشتغل. بس دلوقتي كل ده بقى مستحيل خلاص. طب اهدي طيب وبطلي عياط. انت لازم تتصرفي. احنا دلوقتي بالليل وانا خارجة من الصبح، واهلي ولا عبروني بمكالمة ولا حتى برسالة يطمنوا عليا. شفتي؟ ازاي يعني محدش رن عليكي خالص من اهلك؟ طب اخوك المسافر ده ما رنش يطمن عليكي زي العادة؟ لسه فاضل ساعة على ميعاده اللي دايما بيتصل فيه. وانا بجد ما عدتش قادرة استحمل. ازاي هو قدر يسافر ويسيبني 5 سنين بتعذب من غيره؟ طب وطي صوتك احسن النيلة اللي متجوزاه ده يسمعك، وساعتها هيموتك. انا تعبت من الدنيا اصلا ومش عايزة ارتاح. بقى ليه كل ما احب حد يبعد عني؟ ما ينفعش تعترضي على قضاء ربنا. استغفري يا روان، عشان كده حرام يا حبيبتي. استغفر الله العظيم يا رب. سامحني بس انا مش قادرة. وقبل ما تكمل كلامها سيف جه وقال: يلا عشان ننام. بس انا مش عايزة انام دلوقتي. انا قلتلك قبل كده اني مش بحب اعيد كلامي مرتين، فيلا كده قومي بكل هدوء عشان ننام. شكلك مش فاضية دلوقتي يا حبيبتي. طب انا هقفل بقى وبكرة بكلميني. سلام يا قلبي. مين ده ان شاء الله اللي بتقولي له يا قلبي قدامي كده؟ مفيش وربنا، دي صاحبتي. طب هاتي بقى تليفونك كده. طب هو انا عملت ايه؟ عايز الموبايل ليه؟ بقولك ما بحبش اعيد كلامي مرتين، هات الموبايل. روان ادت التليفون لسيف وهي متضايقة، وسيف شدها وراه لغاية ما وصل الأوضة. روان: دي الأوضة بتاعتي ولا بتاعتك؟ بتاعتنا يا مراتي، ها؟ وركزي على كلمة مراتي. روان دخلت الأوضة من غير ما تتكلم، وأخدت حاجة دخلت الحمام. وبعد شوية طلعت وهي لابسة عباية واسعة وطويلة، وكانت لابسة طرحة لأنها محجبة. وأخد مخدة وراحت على الكنبة. اقلعي الطرحة اللي انت لابساها دي وهات المخدة وتعالي نامي. لا، أنا كده مرتاح. اخلصي يا روان وبلاش عند. أنا مش بعند، أنا كده مرتاحة. سيف قام من مكانه وراح ليها وشالها زي الشوال بطاطس وحطها على السرير وقلعها الطرحة وراح نام جنبها واخدها في حضنه، وهي ادت له ظهرها وخبت وشها بدراعه وفضلت تعيط بصوت مكتوم. وبعد شوية كانت نامت من كتر التعب والعياط. تاني يوم صحيت روان ما لقيتش سيف في الأوضة. اتنهدت براحة وغيرت هدومها ولبست الإسدال ونزلت ما لقيتهوش تحت. طلعت تاني الأوضة، دورت على تليفونها لحد ما لقيته. أخدته ونزلت ورنت على مسك. قال لي: يا رينو، عاملة ايه دلوقتي يا حبيبتي؟ طمنيني عنك. مش كويسة خالص، وكمان جعانة ومش عارفة أعمل إيه. مش عارفة حتى أعمل فطار. أنا بعمل سندوتش الجبنة بالعافية. مسك بضحك. خش المطبخ واكسري بيضة وحطيها في طبق وقلبي البيضة، وبعدها حطي سمنة على الطاسة وتكون الطاسة سخنة، وحطي البيضة، وبكده تكون عملية فقش البيض تمت بنجاح. تسلمي يا مسك يا قمر انتي. خليكي معايا وانا بقلي البيض بقى عشان تقولي الطريقة مظبوط. تمام يا روحي، انا معاك اهو، يلا قومي وما تكسليش. وبعد ما قلت البيض روان: طيب هو في مشكلة دلوقتي اني ما فيش عيش؟
طب ايه رأيك هاجيب عيش واجيب لك الفطار معاك ونقعد مع بعض؟ وانا همانع عليه. هاتي برضك سندوتشات فول وطعمية وكام كيس اندومي كده، خلينا نروق القعدة. قشطة. هقفل بقى عشان اجهز. يلا سلام. قشطة، سلام يا مزتي. وبعد نص ساعة مسك. قالوا يا بت انا وصلت المكان اللي قلتلي عليه، تعالي خديني بقى. ماشي ثواني خليكي معايا. ريوان كانت هتطلع لمسك بس الحرس مرضيوش، وبعد كتير من المناقشات طلعت وكان معاها واحد من الحرس. مسك أول ما شافت ريوان طلعت تجري عليها وحضنوا بعض، وبعدها دخلوا الفيلا، وريوان دخلت جابت البيض اللي كانت فقشته، ومسك دخلت تجهز بيت الفطار وخلصوا وفطروا. مسك هتعملي ايه بقى مع النيلة اللي متجوزاه ده بقى؟ مش عارفة، بس بفكر اكلم يوسف ياخد اجازة ويجي مصر. ايوه برضك، يعني لما يجي هيعمل ايه؟ مش عارفة، بس انا خايفة قوي منه. طب والموكوس اللي انت لسه متنيلة معاه ده اسمه ايه؟ علمك يا اختي، معرفش يا مسك. نعم يا اختي، هو انت لحد دلوقتي ما تعرفيش اسمه ايه؟ هجيبك من شعرك يعني ولا اعملك ايه؟ محساني اني بقالي اسبوع معاه. بقولك متجوزاه امبارح ده احنا ما كملناش اليوم حتى. طب العمل ايه؟ اول ما اتجوزته قال لك كلام ايه؟ رومانسي بقى وحب وانكم عايزين تبنوا حياتكم عن بعضيكوا ولا في ايه؟ يا شيخة تنيلي، المأذون مشي من هنا وهو كان بيقرب عليا وانا ارجع لورا لغاية ما ظهري لزق في الحيطة. فجأة حط ايده على الحيطة، وكل ده وانا برتعش يا اختي من الخوف. وهو قال لي خايفة من ايه يا قطة؟ انا لسه ما عملتش حاجة. بجد يا مسك انا خايفة منه قوي. كنت هنام على الكنبة يا اختي بالطرحة، مرضاش وشان غصب عني حطني على السرير وقال لي عن الطرحة وانا كنت بترعش. انت لازم تهدي عشان تعرفي تتصرفي. اولا كده رن على اخوكي عرفيه عشان يجي مصر ويشوف لك حل. ماشي هرن اهو. وبعد ما رنت على يوسف اخوها رد وقال انت ما ردتيش ليه امبارح؟ انا كنت قلقان جدا من يكون حد عمل لك حاجه. انا محتاجاك جنبي الفتره دي يا يوسف. انا اتجوزت غصب عني. اتجوزت امبارح ودلوقتي عايشه معاه في الفيلا، وانا مرعوبه جدا ومش عارفه اعمل ايه، ومش عارفه اهرب عشان في حراس كتير قدام الفيلا. اتجوزتي؟ ازاي؟ هو ماما وبابا كانوا فين وقتها؟ انا كنت راكبه العربيه ورايحه المسك عشان نروح ندور على شغل، وفجاه لقيت واحد طالع من ورايا في العربيه وحاطط الفرفر على دماغي وصف لي طريق مشيت عليه. وانا اول ما وصلت رش عليا مخدر، وبعد ما فقت منه هددني نتجوزه وانا خفت ووافقت. وبعد ما اتجوزنا خد مني الموبايل وكلمت مسك، وبعد شوية كنت بقفل معاها عشان هينام وعايزنا ننام، وانا بقفل قلت لمسك سلام يا قلبي، وهو افتكر انه راجل وخد مني الموبايل. وهو دلوقتي مش في الفيلا، وانا دورت على التليفون لغاية ما لقيته، ودلوقتي مسك جنبي ومش عارفين نعمل. انا خايفة منه جدا. طيب روحي حاولي تستحملي كام يوم كده عقبال ما ارجع ونشوف هنعمل ايه. تمام يا يوسف، بس حاول تستعجل شوية. ماشي يا قلبي يوسف، انا هقفل بقى عشان في الشغل. تمام يا حبيبي، سلام. وفي الوقت ده دخل سيف وقال الله، ما احنا حلوين اهو، امال معانا بس كده ليه؟ ها انتي كنت بتكلمي مين؟ روان بخوف وتوتر من نبرة صوته اللي باين عليها العصبية. اخويا، بكلم اخويا. انتي اخدت التليفون ازاي اصلا؟ اخدتيه منين؟ تليفون؟ تليفون ايه؟ طب انت حبيبتي بقى يا رورو، هضطر ان انا استأذن بقى، لو احتجتيني ما تكلمنيش. السلام عليكم. روان مسكتها من قفاها وهي بتقول انت رايحه فين يا بت؟ هتسيبيني مع الغول ده لوحدنا؟ بقول لك ايه، انا ماليش دعوه بالمشاكل العائليه دي، واحد ومراته هتدخل ليه؟ طب ابقي اعمليها بقى كده وتمشي، هتشوفي مني ايام زي الزفت. مش لو طلعتي من الفيلا اصلا؟ روان بخوف قصدك ايه يعني؟ يعني انت خلاص بقيتي مراتي وانا عمري ما اخلي مراتي تشتغل. نعم يا روح امك.
سيف بنبرة حادة وبين فيها العصبية شديدة. ايه ده؟ انت قلت ايه دلوقتي؟ روان كانت خايفة جدا وما تعرفش تتكلم. انتي انت قلتي ايه دلوقتي؟ اخلصي يا اما مش هتشوفي مني يوم عدل، وانت عارفة اني لما بقول كلمة بنفذها. روان ما كانتش عارفة تتكلم من كتر العياط، وسيف أول ما شافها بتعيط ما قدرش يخبي حبه عنها أكتر من كده، وأخدها في حضنه. وأول ما عمل كده روان خافت أكتر وفضلت ترتعش من الخوف، بس فجأة بدون مقدمات أغمى عليها وهي في حضنه. شالها وطلعها الأوضة وحطها على السرير ورن على الدكتور، ومسك كانت قاعدة جنبها وبتعيط من قلقها عليها. وبعد ربع ساعة كان الدكتور وصل وكشف عليها، وبعد ما خلص قال: المدام تحس ان عندها صدمة كده او في حاجة خوفتها، وده اللي ادى انخفاض ضغط الدم، وكمان المدام ضعيفة جدا وده غلط على صحتها. انا كتبت لها على شوية مقويات ليها، خليها تنتظم عليهم عشان تبقى احسن. تمام، شكرا يا دكتور. وبعد ما سيف وصل الدكتور للباب وبعت حد من الحرس يجيب الأدوية المطلوبة، دخل تاني ليها عشان يطمن عليها. لقاها فاقت وهي بتعيط في حضن مسك، وأول ما شافته اتنفضت. ايه دي يا روان؟ انا مش هعملك حاجة والله، انا جيت بس عشان اطمن عليكي، وهنزل دلوقتي اجيب لك اكل واطمن. هي انك اكلتي واخدت الدواء وهروح الشركة تاني. ما قالت مسك: مش لازم انك تجيب اكل، انا هنزل اعمل لها اكل دلوقتي عقبال ما يجي الدواء. طيب تمام، انا هروح الشركة، ولو حصل حاجة وبيرن عليا، هو ده الكارت اللي فيه رقمي. خلاص ماشي، يلا انزل. وبعد ما سيف راح الشركة، نزلت مسك عشان تعمل شوربة خضار، وسابت روان نايمة من كتر التعب. وبعدها رن الجرس عليها، وكان حد من الحرس جاب الدواء أخدته مسك منها، وراحت عملت الأكل لروان وطلعت ليها وحطته على الكوميدينو، وصحتها وخلتها تاكل واديتها الدواء. وروان نامت تاني، ومسك رجعت البيت، وأول ما فتحت الباب لقيت أبو وردة لازق في وشها. طب أنا عملت إيه بس دلوقتي؟ ها؟ كنت فين يا بنت الجزمة؟ واتأخرت ليه يا بنت؟ كنت عند روان واتأخرت عشان تعبت وأغمى عليها، قعدت معاها وعملت لها أكل واتأكدت إن هي خدت الدواء ونامت وجيت على طول. طيب بكرة الصبح هنبقى نروح لها أنا وإنتي ونطمن عليها ونطبخ لها حاجة تسندها ونرجع تاني. قشطة يا سحور يا قمر. والتاني مرة أبو وردة لازق في وشها. مش قلتلك مليون مرة ماما هو بلاش أم الدلع البارد ده؟ يعني دي غلطتي إني بدلعك يا ست الكل. ويا ريت ما تدلعنيش خالص يا ستي، طالعة منك زي السم. حاضر ياما، مش هدلعك تاني يا ستي الحبابة حبيبة، ولو ما مشيتيش من قدامي دلوقتي هكون ماسكالك الشبشب ومش سايباكي غير وانتي متربية. غوري من وشي. طب ليه كل ده؟ ما انا كده كده داخله الاوضه بتاعتي، لازم يعني اطرد وخلاص بالصوت العالي. وغوري من وشي بقى، جاتك القرف. تسلمي يا ست الحبايب، تسلمي ياما. وبعد ما مسك دخلت اوضتها لقيت رساله مبعوثه من يوسف اخو روان، وافتكرت ايام ما كانوا جيران. فلاش باك. كانت بتلعب هي ويوسف في الشارع، وفي الوقت ده عدى راجل كان بيبيع غزل بنات، وهي ساعتها ما كانش معاها فلوس. ويوسف لاحظ انها بتبص على غزل البنات، وراح للراجل واشترى لها غزل البنات، وراح لها تاني وادهولها، وهي فرحت بيه جدا واكلته وكانت مبسوطة. نرجع من الفلاش باك. قرأت مسك الرسالة وكان كاتب فيها: معلش يا مسك اني ببعتلك في الوقت ده، بس انا كنت بحاول ارن على روان بس هي مش بترد، فقلقت عليها وهي كانت قايلة انك هتسهري معاها، يا ريت تطمنيني عليها. بعتت له مسك. بعد ما انت كلمتها جوزها دخل وسمع اخر جملة هي قالتها، واتضايق جدا وزعق لها، وهي من الخوف اغمى عليها. طب طمنيني عليها، هي عاملة ايه دلوقتي؟ انا حاليا مش عندها دلوقتي، انا رجعت البيت، بس قبل ما امشي عملت لها اكل واكلتها واخدت الدواء ونامت تاني يا عيني من كتر التعب. يوسف بعت لها الرسالة وقال: طب لما تكلمك عرفيها اني كنت عايزة اطمن عليها وخليها ترن عليا على طول. انا هروح لها بكرة مع ماما، هبقى اخليها تكلمك. طيب ماشي، هضطر ان انا اقفل بقى، سلام. وعند روان اليوم اللي بعده صحت من النوم ونزلت تحت، دخلت المطبخ، حاولت تشوف اي حاجة سهلة تعملها عشان تفطر، بس معرفتش.
اتضايقت، وقبل ما تطلع سمعت صوت الجرس الباب. راحت لبست الإسدال بسرعة وفتحت الباب، لقيت مسك وسحر. دخلتهم، وسحر قالت: عاملة ايه دلوقتي يا روان؟ وحشتيني يا بت. كويسة يا طنط، ما تقلقيش عليا. طب يا حبيبتي فطرتي ولا لسه؟ ولا اقوم اجهز لك الفطار؟ لا، انا دخلت المطبخ الصراحة، ما لقيتش حاجة سهلة اعملها. طب ما رنتيش عليا ليه اجي اعمل لك الفطار؟ انا لسه صاحية من 10 دقايق، ويا دوبك كنت هطلع انام تاني، لقيتكم نورتوني. تمام يا قلبي، انا هروح اعمل لك فطار وانت رن على اخوكي عشان بعتلي بعد ما رجعت وكان عايز يطمن عليكي. انت مش بتردي ليه؟ لا انشغلت. ماشي، انا هروح اكلمه. طلعت روان اوضتها ورنت على يوسف، والاول ما شاف اسمها رد على طول وقال: روان حبيبتي، عامله ايه يا روحي؟ انا الحمد لله كويسه. انت عامل ايه؟ وحشتني قوي. انا كويس طول ما انت كويسه. ايه المهم، فطرتي؟ لا لسه ما فطرتش. مسكي جت من 5 دقايق كده يا دوبك وبتعمل الفطار. تمام يا روحي، انا هضطر اقفل معاكي دلوقتي. سلام. سلام. نزلت روان تحت، لقيت الاكل اتحط. راحت فطرت ومسكت ادت لها الدواء. وبعد شوية روان كانت قاعدة مع مسك وسحر، ورن عليها اخوها يوسف. ردت وهو قال: رينو، ابعتيلي العنوان الفيلا اللي انت فيها، عشان حجزت وطيارتي بعد ساعتين، ولما اجي مش هيكون معايا نت. بجد؟ والله يا يوسف هتيجي؟ اه يا قلبي يوسف، ابعتي بقى العنوان. حاضر حاضر يا استفندتي. يا اختي بت، ما تقوليش الدلع المنيل ده تاني. ريوان بضحكة مكتومة. ليه بس؟ ده جميل جدا. ما تعصبنيش يا ريوان، احسن اجي انفخك انا بقى. هو انا هبقى ناقصاك انت كمان؟ كفايه ان النكد وصل. طب خلي بالك من نفسك وكلي كويس وخد الدواء، وانا هقفل بقى. سلام يا رورو. سلام يا قلبي رورو. انا هقوم اعمل لك الغدا يا حبيبتي. ماشي يا طنط، ربنا يخليك يا حبيبتي. يلا يا مسك تعالي اعملي معايا. وانا مالي بس يا ست الكل؟ هتقومي ولا لأ؟ لا. سحر تسكت ابدا، تحدف الشبشب عليها، بس مسك توطي والشبشب يلزق في سيف وهو داخل. معلش يا ابني، زورني، المقصودة في بنت الجزمة مسك. ولا يهمك يا حاجة، انا هطلع غير هدومي. واول ما طلع، روان ومسك انفجروا من الضحك، وسحر قالت: اضحكي يا اختي، منك ليه هتحكي؟ مسك وروان حاولوا يكتموا ضحكتهم. اول ما شافوا سيف نازل، سيف بعد ما نزل قال: عامله ايه يا روان دلوقتي؟ ليه ما عرفتنيش انت مين؟ وهيفيد بايه لما اعرفك؟ روان سكتت ومرضتش عليه، وهو اتعصب اكتر وسألها تاني: قوليلي هيفيد بايه لما تعرفي؟ ما كانش هيحصل كل ده. لو انا عرفت كده كنا هنكون زي اي اتنين متجوزين، ما كنتش هتعب كده، ما كنتش هفضل طول الليل اعيط وانا بفكر لو سيف رجع وجه يتجوزني هيكون ردة فعله ايه لما يعرف اني اتجوزت، وهيفتكرني ما حبيتهوش ونسيت حبه. بس للاسف ما كنتش اعرف ان انت سيف اللي احنا صغيرين عمرك ما كنت بتخلينا ننزل دمعة واحدة. لكن دلوقتي انت ما عملتش غير انك انت ما خليتنيش بنام الا وانا معيطة. انا كنت عايز اعمل لك مفاجأة. روان بضحكة سخرية. مفاجأة؟ ما هو واضح اهو المفاجأة. يا روان اسمعيني. وفي الوقت ده سمعوا صوت رن الجرس. روان لبست الإسدالة على طول وفتحت الباب، وأول ما فتحته لقيت يوسف قدامها. حضنته وفضلت تعيط في حضنه وهو كان بيهديها. يوسف أول ما شاف سيف قال: مش هي دي اللي كنت بتقولي خلي بالي منها وانت مسافر؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ سيف: يوسف، انا فايق اللي مكفيني، سيبني دلوقتي. عشان خاطري، علشان خاطري يا يوسف ما تسيبنيش، خدني معاك، انا مش عايزه افضل هنا، خدني معاك عشان خاطري. سيف كان بيقرب ناحيتها وهي خافت منه جدا، واغمى عليها في حضن يوسف اللي اتخض عليها جدا وشالها وقال: فين اوضتها؟ سيف طلع الأوضة ورن على الدكتور. وبعد ما الدكتور مشي، يوسف دخل لروان اللي كانت فائت وقال: يلا يا حبيبتي، يلا يا حبيبتي عشان نمشي. ايوه يلا. وبعد ما نزلوا على السلم: روان رايحة فين؟ راجعة لمكانها الأصلي. مكانها الأصلي اللي هو بيت جوزها صح؟ يلا يا يوسف عشان مش قادرة أقف. يلا يا حبيبتي. يلا على فين؟ اخرج انت براحتك، بس روان لأ. أنا تعبانة ومحتاجة أبعد شوية عن سيف. بس ولسه هيكمل، روان قطعته:
ما بسش، يلا يا يوسف. سحر قالت طب احنا هنمشي بقى، مع السلامة. مع السلامة. وبعد ما الكل مشي، سيف طلع اوضته وهو متضايق جدا، بس لما دخلها افتكر كل حاجة من أول ما ريوان دخلتها، خوفها منه، كسوفها، تعبها اللي هو كان السبب فيه. فضل يكسر في كل حاجة في الأوضة لحد ما تعب وقعد على الأرض يعيط. وعند ريوان ويوسف، ريوان هنروح فين دلوقتي؟ أنا كنت كلمت واحد صاحبي هنا وقلت له يشتري لي شقة، وكنت بعت له الفلوس وهو قال لي إنه اشتراها. هنروح له ناخد مفاتيحها ونعرف العنوان ونروح نقعد فيها. خلاص ماشي. وعندي مسك، انا متضايقه جدا عشان روان يا ماما. كانت دايما بتكلمني وهي بتعيط وبتقول انها نفسها تشوف نفسها بالفستان الابيض معاه، وكان نفسها تشتغل وهو يروح ياخدها من الشغل. بس كل حاجه اتحولت. بس دلوقتي اكتشفت انه كان بيخدعها. هنعمل ايه يا بنتي؟ ده نصيبها، واكيد ربنا كاتب لها الخير. عند روان وصلوا الشقه اللي يوسف كان شاريها، وروان دخلت نامت لانها كانت تعبانه. تاني يوم الصبح صحت روان وهي كانت جعانة ودورت على يوسف بس ما لقيتوش. وفجأة سمعت صوت الجرس، لبست الإسدال وقفت قدام الباب وقالت مين؟ أنا يوسف يا رينو. رينو فتحت الباب وقالت كنت فين يا يوسف؟ كنت بجيب طلبات للبيت، أكل وكده يعني. طيب اعمل لي فطار بقى عشان جعانة، هو مش بعرف أعمل أي حاجة. ماشي يا اختي، تعالي يلا ومعايا عشان تتعلمي. امم يلا. وهو في المطبخ كانت روان بتجهز الفطار هي ويوسف. روان قالت هو الاجازه اللي انت واخدها قد ايه يا يوسف؟ لا يعني، ما انا اتطردت من الشغل. عملت ايه يخرب بيتك يخليك تتضرد كده؟ ولا اي حاجه، ما كانش راضي يديني اجازه، وقلت له اني محتاجه اخد اجازه عشان اختي، قام طاردني. طب هتعمل ايه دلوقتي يا حبيبي؟ هدور على شركة هنا اقدم فيها واستقر هنا عشان عايز اتجوز بقى. طب ما تتجوز وانا هديك فلوس تفتح شركة صغيرة وتكبرها. انت بس يعني انا محتاجة منك طلب. ايه هو؟ روانيا هي بترص الاكل مع يوسف هقولك واحنا بناكل. وعند سيف صحي من النوم كان مصدع وافتكر انه نام على الارض، قام جهز وراح الشركة. وعند مسك سحر مامتها يلا يا مسك يا بنتي قومي عشان تفطري. يا ماما سيبيني انام. تنامي ايه؟ ده الظهر قرب يأذن. يلا يا بت قومي يا بت. يابا يا ماما ماشي انا قايمه اهو. انا طالعه، يلا تعالي ورايا عشان لو ما طلعتيش ورايا هشبشبلك. مسك قامت واخدت شاور وطلعت لمامتها فطروا. سحر قالت يلا بقى ساعديني ننضف البيت المعفن ده. مسك بتلعبي على ايه يا سحور؟ ها النهارده مش الجمعة، ها خدي بالك. هو يعني يا اختي لازم ما ننضفش غير الجمعة؟ افرض حد جالنا على غفلة يقول علينا ايه مش نضاف. هو بعدين ما تقوليليش سحور دي تاني، احسن ننزل بالشبشب على دماغك. اه مش مستريحة لك النهاردة. يلا يا بنت خلاص يلا، هو شغلي تحقيق. وبعد 5 ساعات يعني يا ظهري يا اللي اتقطم مش قادرة. انت هتفضلي تولولي كده كتير، يلا خش جهازي. اجهز ليه بقى؟ سحر بتوتر. مش عارف. عشان نجيب طلبات البيت. انا هلبس الاسدال وانزل كده، انا بنزل بيه دايما. اسدال اللي تلبسيه، اخلصي يا بيت البسي حاجة عدلة. من عيوني يا ست الكل. مسك دخلت ورنت على روان، واول ما ردت قالت رينو الحقيني، امي شكلها جايبالي عريس وبتقول لي جهازي بس ما عرفتنيش وانا مش عارفه اعمل ايه يا اختي. نعم عريس؟ طب هتعملي ايه يا هبله؟ في الوقت ده يوسف كان في المطبخ، واول ما سمع روان قرب على الباب عشان يسمع بوضوح. مش عارفه، شوفي لي حل بقى. طب انت عشان تعجبيه لازم تحطي البودرة السحرية بتاعتنا والكحل، وانت بقى فاهمة انا قصدي ايه. تصدقي يا بت انا كنت نسيتها. قشطة، هو من هنخطط للبغل اللي عندك ده. خلصي وكلميني، وانا بدأت في تنفيذ خطة اصلا من غير يا ندلة. مش وقته، روحي جهزي للعريس الغفلة ولما يمشي كلميني. قشطات سلاموز، سلام يا حبي. قفلت روان المكالمة وشافت ظل يوسف بيدخل تاني المطبخ. روان في سرها
مش عارفة هيستحمل ازاي، بس لازم اعمل كده. وعندي مسك كانت في الأوضة جهزت وبتحط بودرة الفحم اللي عملتها هي وروان عشان يطفش العرسان، وبدأت تحط حوالين عينيها كحل كتير كده ومقزز. وبعد ما خلصت سمعت صوت الجرس. هو بعد شوية مامتها ندهت عليها وهي طلعت، وهي كانت بتمثل انها لا قدر الله بعيد عنكم يا متابعيني وعن كل الناس انها ملبوسة. وقالت عايزة ايه يا ولية؟ هو انت مش قلتيلي لما ابقى معجني العاشق محدش يناديني؟ مامة العريس شافت مامة العريس شافت المنظر واخدت ديلها في اسنانها وابنها وطلعوا يجري من البيت. واول ما خرجوا من البيت سحر راحت مسكتها من شعرها. يا شعري، ما بالراحة يا حاجة. يا بنت الجزمة، بقى انا بجهز كل ده وفي الاخر تطفشيه؟ يا ماما يا ماما، انا عايزه اشتغل الاول واعمل ليا كارير، وبعد كده ابقى افكر في موضوع الجواز ده بعدين. نعم يا اختي، هو انا هستنى كل ده؟ وبعدين البت اخرها بيت جوزها والمطبخ، هتستفادي ايه لما تعملي نفس القرار ده؟ افرض انا اتجوزت شخصي مش كويس، يهني ويضربني ويعاملني كأني خدامة، لازم اشتغل عشان اعرف قضية الخلع واشتري شقة واعيش فيها بعد طب نفرض طلعت حامل، لازم اصرف على الواد ده. يا بنتي يا بنتي، انا نفسي اشوفك بالفستان الفرح قبل ما اموت. بعد الشر عنك يا ست الحبايب، ما تقوليش كده تاني. ماشي يا حبيبتي، اعرف ان اللي بعمله ده كله لمصلحتك. طب بقولك ايه يا حبيبتي، انا اروح اجهز علشان اقعد مع روان شويه. روحي يا حبيبتي، ربنا يبارك لك ويكسبك. مسكي جهزت وردت على روان تعرف عنوانها الجديد، وبعد ما خدته ركبت تاكسي وراحت لها. وعند روان يا يوسف، عشان خاطري بقى وافق، انا عايزه اهدي اعصابي شويه عشان افكر هعمل ايه. يوسف اتناد بحزن وقال خلاص ماشي، بس بقول لك ايه، انت مش هتعرف. إيه ازاي يعني؟ مش فاهم. بكل بساطة هتمثل انك ما تعرفش حاجة. يا شقية، يستاهل عشان يبقى يغفلني تاني. شكلك ناوياله على نية سودا، هوريه الويل. يا عيني كان طيب. وفجأة سمع صوت الجرس. روان، انا هروح بقى يا حبيبي افتح، تلاقيها مسك هي اللي عماله تخبط بالشكل ده. ما انا عارفه صوت خبطه الباب بتاعتها. روان فتحت الباب ولقيتها مسك فعلا. روان، خشي بقى واحكي لي عملت ايه مع عريس الغفله ده. منظره كان يفطس من الضحك، وامه ماسكاه من ايده وجريوا هما الاتنين. يا لهوي، ده انا عندي ليك شويه حكاوي. خلاص ما تحرقيش بقى، خشي الاوضه نتكلم براحتنا. يلا يلا، وبقى شويه فشار بقى على شويه حاجات كده تسالي ولب، علشان القعده هتحلو النهارده. دخلت روان الأوضة هي ومسك. يلا يا ستي بقى، احكي يلا بقى عشان أنا متحمسة. طيب استني. بصي يا ستي، ماما نادت عليا، طلعت بعد ما ظبطت نفسي وبقيت على سنجة 10، وانت أكيد بقى فاهمة يعني ايه على سنجة 10. ولقيت واحد مع مامته. أنا قلت لماما عايزة ايه يا ولية؟ هو أنا مش لما بقى معجني العاشق محدش يناديني؟ مامة العريس سمعت جن العاشق وشافتني بشعري الواقف ده، خدت ديلها في اسنانها وابنها في ايديها وطلعوا يجروا. بجد حرفيا كان شكلهم مسخره. ما شفتيش ام العريس كانت عامله ازاي؟ كانت عامله زي اللي محبوسه في قفص وما صدقت طلعت منه. روان فضلت تضحك عليها وقالت يا مجنونه، والله العظيم خطتك الجامده فطستيني من الضحك. لا ما انا ما اقولكيش بقى، ده انا مسكت نفسي بالعافيه، كان منظرهم مسخره حرفيا. سوكا، بقولك يا بنتي يا سوكا، عايزه اقولك على حاجه. ايوه يا اختي، طالما قلتي سوكا يبقى في مصيبه. مش قوي يعني. طيب ارغي وقولي هتعملي ايه. اما بقى هنروح عند سيف، رجع من الشركه وكان تعبان جدا. مسك تليفونه وفتح على صورها اللي بعتها لنفسه لما اخد تليفونها، فضل سرحان فيها وبعد شويه رن عليها. روان كانت جنب مسك ولقيت رقم غريب بيرن عليها، ردت وقالت الو، مين اللي على الموبايل؟ وحشتيني. خير، متصل ليه؟ بقولك وحشتيني. وحشتك عقربة يا بعيد. للدرجة دي مش طايقة صوتي ولا طايقاني؟ عرفتها لوحدك بقى ولا حد غششك رقمي؟ يا روان انا اسف، ما كانش قصدي نزعجك او اضايقك، انا كنت عايزه اعمل لك مفاجأة
هو واضح ان المفاجأة ما نجحتش ابدا. ايوه ما انا عارفة مفاجآتك، كان واضح. سيف جه يرد لقاها قفلت الخط في وشه. مسك. سيف اللي كان بيرن صح؟ اه ايوه هو اللي كان بيرن. طب هتعملي ايه لو عرف على اللي انت ناوية تعمليه؟ يخرب بيتك. مش هيلحق اصلا. هي المهم رن على مامتك وعرفيها انك هتباتي معايا، هو انا هخلي يوسف يشوف له اي حته يتصرف فيها عشان انت لازم تباتي معايا الليله دي. خلاص ماشي، اديني ثواني هكلمها. ماشي، وانا هقول ليوسف يصرف نفسه في اي حته كده، وقبل ما يمشي يعمل لنا غدا. يعني نبقى 2 بنات ونخليه هو اللي يطبخ لنا؟ ليه مشلولين ولا ما بنعرفش نطبخ؟ هو انت كريوان ما بتعرفيش تطبخي، بس انا شيف. بصراحه سحر هي السبب. خلاص يا اختي ما تنقطينيش بالكلام بقى، خلصي مع مامتك وتعالي المطبخ. ماشي هكلمها اهو. هو بعد ما مسك خلصت كلامها عن مامتها، راحت المطبخ لروان وقالت: بتعملي ايه يا رورو؟ مستنياكي يا اختي. هكون بعمل ايه؟ بطبخ مثلا. طيب يلا نطبخ. وبعد ما طبخوا اكلوا وناموا. تاني يوم الصبح صحت روان ومسك وجهزوا نفسهم، ويوسف كان تحت مستنيهم. نزلت مسك وروان وكان معاهم شنطة يوصلهم المطار. وصل مسك بيتها وراح لسيف، وراح لسيف البيت. ولما وصل الحرس قالوا له انه في الشركة. اخد عنوان الشركة وراح له. ولما وصل قابل واحد من الموظفين: لو سمحتي مكتب الاستاذ سيف فين؟ في الدور العاشر. اطلع الدور العاشر في الاسانسير وهتلاقيه. خلاص شكرا لحضرتك. يوسف ركب الاسانسير ووصل الدور العاشر، وبعد كده دخل مكتب سيف. وبعد ما دخل مكتب سيف كان غضبان جدا. في ايه يا ابني؟ مالك داخل كده ليه؟ متعصب ليه؟ روان حد عمل لها حاجه او اذاها؟ روان فين؟ انطق. فين روان؟ وانا هعرف منين؟ هو بعدين مش هي كانت معاك جاي دلوقتي وتسالني؟ روان مش في البيت، وكمان كل هدومها متاخده. هتروح فين يعني غير عندك انت؟ ازاي يعني؟ ازاي دي ممكن تكون هربت يعني؟ بس هتهرب وهتروح منك ليه يعني؟ انا اختي عمرها ما تهرب لوحدها كده، هي اضعف من كده بكثير. هتكون فين يعني؟ هتكون فين؟ هدي اعصابك كده. يوسف قال بعصبيه: معرفش، اتصرف، هاتلي اختي عشان انا متاكد انت اللي واخدها. سيف رن على حد وقال: روان ياسر السراوي. تعرف لي هي فين دلوقتي؟ الشخص: اي اوامر تانية يا باشا؟ لا، المهم انك تعرف لي معلوماته هي فين دلوقتي. سيف قال ليوسف: انا بعت الناس يدوروا عليها وان شاء الله يعرفوا هي فين. بجد انا محتار قوي، هي هربت ولا ايه اللي حصل لها؟ يوسف: متأكد يا سيف ان انت بعت الناس يدوروا عليها؟ مش بتضحك عليا وانك انت مش مهرب اختي؟ اهرب اختك؟ اهربها ليه يعني؟ واعمل كده ليه؟ مراتي شرعا وقانونا، ولو عاوزها هاخدها من غير تهريب. ما تقلقش. وبعد شهر في شركة يوسف السراوي كان قاعد في مكتبه وهو قلقان على أخته من ساعة ما سافرت وهو ما يعرفش عنها حاجة. يوسف في سره: يا ترى انت وصلتي ولا لأ؟ ولا ايه اللي حصل لك؟ وحشتيني قوي يا روان. قطع تفكيره صوت السكرتير بتاعه وهو بيقول: في ميعاد بعد نص ساعة مع الشركة الأجنبية. وعندي مسك كانت في أوضتها بتصلي وبتدعي لروان كالعادة: يا رب احميها يا رب، وطمنا عليها ورجعها لينا بألف سلامة. يا رب يا روان يا حبيبتي يقف معاك وينجيك من كل سوء وشر. سحر دخلت على بنتها وقالت: هتفضلي على الحال ده لامتى؟ بقالك شهر مش بتخرجي من البيت وقاعدة في الأوضة ليل ونهار، يا إما بتعيطي يا إما بتصلي. مش كنتي بتقولي لازم تعملي لنفسك كارير؟ فينه ده بقى؟ أنا بنتي عمرها ما كانت ولا هتكون ضعيفة. إيه الضعف اللي انت فيه ده؟ وحشتني قوي يا ماما، مش قادرة استحمل بعدها عني اكتر من كده. ايه دي يا حبيبتي، هي ان شاء الله هترجع لنا بألف سلامة وتكون قوية زي الاول وكل مرة. انا كنت باخد قوتي منها دايما، هي كانت السند اللي كنت لما ببقى بنهار هي اللي تسندني وتقويني تاني. يا رب رجعها لنا بألف سلامة. ان شاء الله هترجع، ما تقلقيش بقى. وعند سيف كان قاعد في الشركة وبيتكلم حد على التليفون: ازاي لحد دلوقتي مش لاقيينها؟ هو انا مشغل معايا حمير؟ الشخص: هي سيف باشا، والله احنا بندور في كل مكان ومش لاقيينها، كأنه فص ملح وداب. ماليش دعوة، تجيبوها من تحت بير الارض، المهم انكم تجيبوها. حاضر. اي اوامر تانية؟
هو انا هحتاج منكم اوامر تانية لما تجيبوا لي الامر الاولى؟ يلا يا عم دور لي عليها. سيف بعد ما قفل قلب همس لنفسه، يا ترى يا روان انت فين؟ كويسه ولا لا؟ بتاكلي ولا ما بتاكليش؟ يا رب اقف معاها، يا رب انا ما اقدرش اعيش من غيرها. وبعد مرور سنه في مطار فرنسا كان نازل من الطياره والحرس وراه. سيف لصاحبه، كان لازم يعني اجي معاك. عامر اللي هو صاحبه يعني. اه طبعا، صاحب الشركه عزمنا احنا الاتنين على الافتتاح وما كانش ينفع ما تجيش. اما نشوف اخرتها. وهم في الطريق العربية اتقلبت بيهم وعملوا حادثة، والناس طلبوا الإسعاف وودوهم المستشفى. ولحسن الحظ إن سيف وصاحبه كانوا متصابين إصابات سطحية. وبعد ما وصلوا المستشفى كانت قاعدة في مكتبها بتاخد استراحة، وفجأة سمعت صوت دوشة بره. طلعت من المكتب وسألت الممرضة كانت معدية روان باللغة الفرنسية: ماذا يحدث؟ ولما الكل يجري هذا؟ الممرضة: هناك شخص مهم أتى إلى المشفى. ما اسمه هذا الشخص؟ سيف ياسر السويسي. أنا اللي هاجي أعالجه. هو في غرفة رقم كام؟ 419. روان: حسنا شكرا لك. روان راحت الأوضة وفضلت واقفة شوية وكانت متوترة، وبعدين فتحت الباب ودخلت. لقيته كان مغمى عليه من أثر الحادثة. بدأت تعالج جروحه وهو فاق بعد ما خلصت. الحمد لله على سلامتك يا أستاذ سيف. سيف ما كانش لسه بصلها، بس اول ما سمع صوتها بصلها وقال: ايه ده روان؟ ليه سبتيني كل ده؟ انا كنت بدور عليكي وقلقان جدا. ليه تعملي فيا كده؟ اظن ان حضرتك تعبان ومش وقته الكلام ده. سيف كان لسه هيتكلم، روان قالت تاني: عن اذنك هروح اشوف شغلي لاني متعطله. سيف مسكها من ايديها جامد وقال: انا مش هسيبك تمشي تاني. بعد ما لقيتك مش هسيبك. لو سمحت، عندي شغل، سيب ايدي. وهو الشغل اهم مني؟ روان فضلت تبص عليه وما قدرتش تتكلم. طيب انا هخرج امتى؟ دلوقتي لو تحب. طب يلا اكتبيلي على خروج وتعالي وجهزي عشان هنرجع مصر. هو مش عايز اسمع حاجه دلوقتي، لما نرجع مصر نبقى نصفي حساباتنا براحتنا. روان كتبت له على خروج فعلا، وقدمت استقالتها وراحت جابت شنطتها من البيت اللي كان جنب المستشفى ورجعت له تاني. جاهزه؟ ايوه جاهزه. يلا. طب يلا عشان هنروح المطار. مطار ايه؟ هو احنا لسه حجزنا الطياره؟ هي هيصه يعني؟ هنرجع في طيارتي الخاصه، مش محتاجين تذاكر ولا اي حاجه. طيارتك الخاصه، ماشي. وبعد كام ساعه كانوا خارجين من مطار القاهره. روان قالت: انا عايزه اروح ازور مسك ويوسف، اهم 2 في حياتي. عايزه تزوريهم دلوقتي؟ هو انت ايه يا بنتي، ما تعبتيش من مشوار السفر؟ لا ما تعبتش، وديني الاول لمسك وبعدين ليوسف. خلاص ماشي. كانت واقفه قدام الباب وبترن الجرس. ما بالراحه، الله ما بالراحه يلا على الباب، هو انا قاعده جنبه ولا ايه؟ هي الدنيا هتطير. فتحت سحر الباب وقالت: روان عامله ايه يا بنتي؟ هو كنت فين كل الفتره دي؟ خشي يا حبيبتي، انت عارفه مسك هتفرح قوي اول ما هتشوفك. انا كويسه يا طنط، هو كنت في فرنسا. هي مسك فين؟ وحشتني موت. هتلاقيها في اوضتها كالعاده، يا بتصلي وتدعيلك يا بتعيط، هاو الاتنين مع بعض. خش لها، البت اتدمرت من بعد ما انت مشيتي. ماشي انا داخله لها، انت قطعتي قلب عليها من مسافه الكلام ده. روان دخلت الاوضه وقالت: سلام عليكم يا بنتي يا سوكه، وحشتيني يا بت. مسكة كانت قاعدة على السرير بتعيط، وأول ما شافتها جريت عليها وحضنتها وشقتها عليت أكتر. اهدي في ايه؟ أنا معاك أهو ومش هسافر واسيبك تاني. مسكة بعياط: ليه ما كنتش بتكلمينا الفترة دي؟ كل دي فترة غياب، ما وحشتكيش يا بت؟ قلبك كده جفا، ما رنديش عليا مرة طمنيني عليكي. ارقامكم كلها ضاعت والله من التليفون، حاولت اوصل لكم ما عرفتش. وحشتيني جدا والله، وانتي اكتر يا بنتي يا سوكا والله. يلا يا اختي نطلع نقعد بره شويه مع سيف وسحور. هو سيف عرف انك جيتي ازاي؟ انا هحكي لك يا ستي. ببساطه انا كنت في المستشفى اللي بشتغل فيها في فرنسا وباخد الاستراحه، وفجاه سمعت صوت دوشه بره. خرجت، طلع ان في حد مهم ومتصاب. سألت هو مين؟ طلع سيف. رحت عالجته وهو اللي جابني على مصر. قلتيلي. يلا بقى تعالي ورن على يوسف وقولي ان مامتك تعبانه وانت مش عارفه تعملي ايه، وخليه يجي بقى نعملها له مفاجاه.
من عيوني من عيوني يا رورو يا عسل انتي. هو بعد المكالمة بربع ساعة سمعوا صوت الجرس. روان قالت أنا هفتح الباب، ده أكيد يوسف. فتحت روان الباب وكان يوسف. أول ما شافها تنح من الصدمة وهي حضنته، وهو لما استوعب بدلها الحضن ودخلته، واتصدم لما شاف سيف. يوسف، هو انت رجعتي امتى وازاي؟ سيف كان اتصاب وجه المستشفى اللي كنت فيها في فرنسا، وانا عالجته وهو جابني على مصر وجيت لي مسكة على طول لان كنت متوقع شكلها، وفعلا البنت كانت منهارة. ماشي ماشي بقى تروحي على مسكة على طول وتسيبيني. ريوان قالت بهمس ليوسف انزل هات سندوتش شاورما وبوكيه ورد وشوكولاتات علشان تتقدم للبت بقى، خلصني بقالي سنة وافتكرتك متجوزين ومعاكوا عيال. يوسف بهمس في ايه يا ماما، مش دلوقتي، وبعدين مش ناخد ميعاد الاول؟ هتبقى احلى كده، اخلص بقى استاذن عشان اي حاجة وروح هات الحاجة وتعالى ما تشيلنيش. ماشي يا اختي استني، مع اني مش وقته بس احسن هستغل الفرصة مع اننا متجمعين. بيتقدم يوسف لمسك. هو حياة روان ويوسف بتتصلح وبتبقى عال العال وبتبقى جميلة وبيتجوزوا أبطالنا وبيعيشوا حياة سعيدة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. أتمنى من ربنا إنها تكون عجبتكم، ويلا أشوفكم في قصة جديدة. مع السلامة، باي باي.